السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة مقروء. واليوم سنتكلم عن كتاب مهم للغاية في كشف وسيلة مهمة تكون سبب في التقدم وإحياء الذات، لا الاندثار تحت مسميات وفلسفات جاءت نتيجة عوامل وبيئة غير بيئتنا وثقافة غير ثقافتنا، وهو كتاب الغزو الثقافي بين الحقيقة والوهم للدكتور محمد عمارة رحمه الله. كثيرا ما شاع في الأوساط الثقافية كلام حول تلك الإشكالية، وهي الغزو الثقافي. هل هو حقيقة موضوعة في الواقع أم أنه وهم وطريقة المجتمع الثالث في الصمت؟ هذا الكتاب بالنسبة لي برهن ببراهين فلسفية وبراهين تاريخية أن الغزو الثقافي حقيقة وليس وهم، وهو نتيجة حتمية. ولكن ما طرحه الكتاب أو تجلى رؤيته هو إبراز الذات الإسلامية المتفردة التي لها وجود تنطلق منه، جعلها ذات سمة خاصة منه تنطلق. ومن هنا طرح الأستاذ محمد عمارة مفهوم الخصوصية الحضارية والمشترك الإنساني العام. ما معنى هذا؟ معناه أن كل حضارة خلقها الله لها سمات خاصة وثقافية معينة وعقيدة معينة، وهذه هي الخصوصية الحضارية. أما المشترك الإنساني العام هو التحضر في الوسائل بشكل عام، مثل التطور في التكنولوجيا والطب والهندسة وما إلى ذلك. فهذه يعني هواء أي حي لا غنى له عنها. أما الخصوصية الحضارية هو ما يميز تلك الحضارة من حيث عوامل كثيرة: العوامل البيئية والثقافية والعرقية والاجتماعية والسياسية والخصائص النفسية والعقائد الدينية. وأي عملية تلاقح حضاري تتم بتلك الوسيلة، فأنت تجد مثلا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتحت فارس لأول مرة، استفادت الدولة الإسلامية من نظامها في الأراضي الزراعية، وفرقت بين ما هو خصوصية حضارية من فلسفات ونظام حكم وبين ما هو مشترك إنساني من النفع. وتجد أيضا في عصر النهضة الأوروبية حين استفادوا الأوروبيين من الكتب الإسلامية في شتى مجالات العلوم مثل الكيمياء والطب والرياضيات، فرقوا أيضا بين ما هو خصوصية حضارية مثل نظام الخليفة الإسلامي أو نظام الخلافة الإسلامية والفلسفة الإسلامية وما إلى ذلك، فأخذوا ما يوافق تناسبهم واحتياجهم المراد طلبه. ولذلك فأنا أقول أن جوهر هذا الكتاب هو تلك الوسيلة التي تعبر مقياس للتلاقح الحضاري، وهو التفريق بين ما هو مشترك إنساني وبين ما هو خصوصية حضارية. ويذهب الدكتور محمد عمارة في عرض الفلسفة الإسلامية والذات الإسلامية، وكيف ترى الأمور بمنظور وسطي، وأن لا انفصال بين العلم والدين، وإنما هما مكملان لبعض من حيث الغاية. وأيضا يبين ردة فعل المسلمين حينما ترجموا الكتب اليونانية. ويعرض الدكتور أيضا نموذجان من الحضارة أو من فلاسفة الحضارة العربية، أمثال ابن سينا وابن رشد، ويقول أنهما رغم أنهما شرحوا كتب اليونان ألا أنهم أضافوا إلى الفلسفة وغيروا فيها من إبداعات. والحقيقة أن هذا المنهج، هذه الرؤية، هي في الأصل نبعت من وسطية القرآن الكريم، وذلك هو ما كان يقصده الدكتور في أن لكل حضارة خصوصيتها. فمثلا في القرآن الكريم في كثير من المجالات يأمر بالبحث في الأرض والنظر في كيف بدأ الخلق والنظر إلى الكون وآفاقه، لا لأجل النفع به فقط، وإنما لرؤية تجلي الألوهية وصمودية العالم لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الدكتور محمد عمارة في آخر كتابه أن من يريد أن يدرس الغرب أو من يريد أن يقطع شوطا ليس بأس فيه في علم الاستغراض يجب أن يفرق بين الاشتراك الإنساني العام وبين الخصوصية الحضارية. وهذه لمحة بسيطة جدا عن هذا الكتاب المقروء، وأرجو أن تكون قد نالت بعض إعجابكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.